طب احنا كده شخصنا المشكله وعرفنا اسبابها، ممكن تقول لي ايه الحل؟ بص يا سيدي، الحل ان الانديه هتقعد مع بعض يوم الاربع وهيتفقوا على شكل معين لشكل جدول الدوري السنه اللي جايه. تقول لي طب ايه هي اصلا الخيارات المتاحه قدامهم؟ اول حل ان احنا نلعب بشكل عادي جدا 18 نادي 34 اسبوع، ونقعد برضو 10 شهور في الدوري ونفس الدوامه ونفس المؤجلات ونفس الشكاوى ونفس المشاكل، وتلاقي نفسك بتخلص الدوري برضو في شهر 9 اللي جاي، في الوقت اللي كل الانديه بتبقى بتلعب الجوله الرابعه او الخامسه في الموسم الجديد. خلاص مش مهم الحل ده، تعال نخش على الحل التاني. الحل التاني نعمل حاجه اسمها دوري المجموعتين، عملناها قبل كده في موسم 2013 2014. بنقسم ال 18 نادي على مجموعتين، وبنلعب اول وتاني مع اول وتاني يلعبوا على البطوله والمراكز المؤهله لدوري الابطال والكونفدراليه. وهنا جت بعض الانديه قالت لك لا، النظام ده ما فيهوش تكافؤ فرص. ليه يا عم؟ قال لك لان السبب ان انا مش عارف انت هتقسم المجموعات بناء على ايه، وهل هيبقى فيه تكافؤ وتوازن ما بين المجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه ولا لا، خاصه كمان بعد موضوع الاول والثالث اللي هو قال لك احنا مش هينفع